السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي. معانا النهاردة تخزين ورق العنب. الحقي وهاتيه دلوقتي، خزنيه وهو أخضر وجميل وطري بالشكل ده ما شاء الله. لو سبناه لآخر الشهر هيبدأ ينشف معانا وورق ويشد. نخزنه دلوقتي وهو طري وجميل. هنخزنوه من السنة للسنة. أنا كل سنة بخزنه بنفس الطريقة وبيفضل معايا جميل جدا ما شاء الله. بشتغل منه طول السنة بنفس الطعم واللون بيديني بصراحة ما شاء الله طريقة جميلة جدا. جربوها وبإذن الله هتعجبكم، وأكيد كلنا عارفينها لأنها طريقة بسيطة جدا بدون أي افتكاسات. احلى واجمل طبعا من اللي بنشتريه من السوبر ماركت المحفوظ في محلول. طبعا ده اصح واجمل ما شاء الله، وطعمه جميل جدا مش بيتغير نكهة طعمه. هنخزنه بطريقة بسيطة جدا جدا زي ما جدتنا كانت بتخزنه بنفس الطريقة. هنغسل ورق العنب في المية كويس جدا، هننزل منه كل الرمل والتراب الموجود في الورق. هننقعه في المية ونشطفه مرة واتنين وتلاتة لحد ما ينضف معانا ويبقى جميل جدا ونظيف، علشان نبدأ ننزله في المية المغلية. هنبدأ ننزله في المية المغلية بعد ما غسلناه ونضفناه كويس جدا. هنرصه على بعضه بالشكل ده وهننزله في المية. مش هنخليه كتير، هننزله ونطلعه على طول علشان ما يستويش معانا زيادة، لان الورق ده خفيف جدا، هو ورق عنب بناتي ما بيستحملش يستنى في المية المغلية كتير. علشان كمان هنحفظه في الفريزر مدة طويلة، انا بستخدمه مدة سنة كاملة. بعد كده هنطلعه ونسيبه يتصفى كويس خالص ويبرد معانا خالص خالص. بعد كده هنبدأ نغلفه في الأكياس ونشيله في الفريزر. بجد بجد طريقة جميلة جدا وطريقة بسيطة وسهلة وصحية. مش هنضيف لها أي محلول ولا أي مواد حافظة زي اللي بنشتريه من بره. هنستخدمه صحي لولادنا. طعمه مش بيتغير، بيفضل بنفس الطعم طول السنة لأني مش بضيف له أي حاجة ما شاء الله. وبيفضل معايا ورقه جميل جدا وصاحي. المهم طريقة رصه في الفريزر، ترصيه على جنب كده لوحده، ما تحطيش عليه اي حاجة تقيلة علشان ما يتكسرش معاكي، لانه هو لما بيتجمد اي حاجة بتكسره. فهنركنه في الفريزر على جانب كده لوحده مرصوص كده على بعضه من غير ما نضغط عليه بأي حاجة تقيلة علشان ما يتكسرش معانا، وهيفضل معانا سليم لآخر ورقة بنستخدمها. هنبدأ نرص الورق على بعضه في اتجاه واحد، العيدان بتبقى في اتجاه واحد كلها علشان الورق ما يتلخبطش معانا، ولما ناخد منه ونحشي يبقى سهل علينا. هنبدأ نرصه على بعضه بنفس الطريقة في اتجاه واحد. هنخلي الوش على اتجاه واحد بالشكل ده علشان لما نشتغل منه ونحشي يبقى سهل علينا. وهنخلي العيدان كلها في اتجاه واحد بالشكل ده. وممكن لو عايزة تتأكدي اكتر انه ما يتلخبطش معاكي، ممكن نمسك كمية من العيدان كده مع بعض ونلف عليها خيط نظيف علشان نمسكهم مع بعض ونبدأ نرصهم على بعض في الكيس. دي طريقة برضو كويسة للمبتدئين اللي مش هيقدروا طبعا يتحكموا في الرص، انما اي حد متعود هيرص بكل سهولة. هنبدأ نرتب ورق العنب في اتجاه واحد بالشكل ده، وهناخد بالكمية كده ونضيفها نحطها في كيس التخزين. طبعا كلنا عارفين احنا بنستخدم قد ايه في اكلتنا،
هنضيف في الكيس على قد أكلتنا أو كيسين مثلا، وهنبدأ نرص الأكياس كلها في كيس واحد كبير علشان يقفل عليهم كويس علشان ما يدخلهمش هوا، وهنركنهم في الفريزر في جانب كده لوحدهم علشان ما أي حاجة ما تروح لهمش تكسرهم. هنبدأ نغلف كل كمية كده في كيس لوحدها. بجد طريقة سهلة وبسيطة، مش هتتعبنا، طريقة بسيطة جدا، كلنا بنعملها، الأغلبية مننا بيخزن بنفس الطريقة، بطريقة أجدادنا قبل كده كانوا بيغلفوا بنفس الطريقة كده، بيحطوه في الكيس ويشيلوا في الفريزر بكل سهولة، مش بنضيف له أي حاجة، وبيفضل معانا بنفس الطعم. بنطلعه قبلها بكام ساعة، قبل ما نلفه بكام ساعة هيتفرد معانا ويتفك معانا ويتلف معانا بكل سهولة. هنبدأ نغلف كل كمية في الكيس، كل كمية حسب ما الكيس يكفي. أنا ما عنديش أكياس من أكياس التلاجة الطويلة دي، لا أنا عندي الأكياس الصغيرة دي، هحط على قد ما بيشيل الكيس، ولما بسحب ممكن أستخدم كيس أو اتنين حسب الكمية اللي أنا هلفها. الأولاد عندي بيحبوه جدا، لما بجيب لهم ورق العنب المحفوظ من بره بيحسوا بنكهة مختلفة، بيحسوا فيه نكهة مختلفة غير الطبيعي ده بتاعنا. أكيد طبعا من المحلول والمواد الحافظة والكلام ده، طبعا ده أصح بكتير وأطعم بالنسبة للطعم، وصحي برضو، مفهوش مواد حافظة، مفهوش محلول اللي بيستخدموه لحفظ ورق العنب، طبيعي جدا، بنضيف له بس عصير ليمون، بيبقى طعمه جميل جدا. جربوه وبإذن الله يعجبكم، طريقة جميلة جدا وسهلة. خلصنا كل الكمية اللي معانا وكيسناها بالشكل ده، هنرصها كلها في كيس كبير ونقفله كويس جدا علشان الهواء ما يدخلوش، وهنشيله في الفريزر. وكل سنة وانتم طيبين، كل سنة بإذن الله هنخزن ورق العنب لينا ولأولادنا بطريقة سهلة وبسيطة. يا رب الطريقة تعجبكم. نورتوني حبايبي، شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.